يا ترى شعرك بيطول ولا ما بيطولش؟ ولو ما بيطولش يا ترى ايه الاسباب؟ انا دكتور عماد ودي قناة صيدلينو. في البداية في معلومة مهمة لازم تعرفيها، وان الشعر بيطول من نص لواحد ونص سنتي شهريا، ده المعدل الطبيعي. في ناس بينمو نص، في ناس واحد ونص، في ناس واحد. في بعض الناس بقى اللي شعرها بيطول بطريقة سريعة جدا بيوصل لاتنين سنتي، وفي ناس بتنزل عن معدل النص سنتي. لكن مفيش حد شعره ما بيطولش، كلنا شعرنا بيطول. طب ايه المشكلة؟ تجيلي واحدة داخلة الصيدلية تقول لي يا دكتور انا متأكدة ان شعري ما بيطولش. طيب هديكي دليل ان شعرك بيطول. لو انت واحدة صبغة شعرك، هتبتدي خلال شهر هتلاقي الجذور اللي طالعة كلها لونها مختلف عن بقية الشعر المصبوغ، وده دليل ان الشعر بينمو، لان الشعر بينمو من الجذور. طيب من تحت ليه الشعر ما طولش؟ لانه بيتكسر. طيب ايه اسباب التكسير وازاي يتغلب على الموضوع ده؟ طب عايزين نفهم هو بيتكسر ازاي. يبقى الشعر اكيد ان هو بيطول حتى لو مش بمعدل سريع، وهقول لكم طبعا على افكار ازاي نخلي الشعرايه تطول بمعدل اسرع. لكن الشعرايه بتتكسر، بس عايزين نفهم هي ازاي بتتكسر. هنتخيل كده ان العود الخشب دوت هو الشعرايه. في نهاية الشهر بيحصل الموضوع ده. شايفين المنظر؟ التكسيرة دي. شايفين العود اتكسر ازاي؟ فالشعر بيطول من فوق لكنه بيتكسر من تحت. يبقى شوية اللي بيطولهم بيتكسرهم. دي نقطة. طيب في حاجة تاني ممكن بتحصل للشعراية؟ اللي هي بنسميها السبليت اندز. شايفين العود ده؟ هتلاقوه من تحت ايه؟ سبليتد، مشرخ. السبليت اندز ديت بتخلي الشعرايه برضو تروح مكسوره. طب انا عايز اتغلب على المشكله دي. اهم حاجه اعملها ادام انا قررت ادخل في لونج تيرم ان انا عايز اطول شعري، ان انا بساوي الطروف. اروح عند كوافير يكون محترم وشاطر، واخد حوالي من 2 ماكسيمم 3 سنتي من شعري واخليه يقصهم. ليه؟ عشان اتغلب على موضوع السبليت اندز والشعر الضعيف من تحت اللي بيبوظ لي شعري. طيب هو انا هروح كل شهر اقص سنتي ونص ولا 2 سنتي؟ ما كده اللي بيطولهم بقصهم؟ لا طبعا. التريمنج ديت ممكن يتعمل مره كل 6 شهور، انا مش بفضل اكتر من كده. ولو مشيتي على التعليمات اللي اقول لك عليها ممكن ما تعمليش تريمنج غير مره كل سنه. طب هو ايه التعليمات اللي تخلي الشعر مش محتاج للتريمنج دوت؟ في شويه ممنوعات وفي شويه حاجات انت لازم تعمليها. نمرة واحد، أنا مش بكوي شعري أكتر من مرة واحدة كل شهر، ويا ريت ما نكوش لو نقدر. بس الناس اللي متعودة تكوي شعرها هي مرة واحدة كل شهر عشان ما يتكسرش، لأن الشعر لما بيتكوي مع الحرارة يبتدي يفقد المرونة والليونة بتاعته ويبتدي يتكسر زي العود الكبريت اللي أنا كنت ماسكه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعد ما بغسل شعري وبنشفه، طبعا انا هعمل حلقة بروتين ازاي بقى اغسل شعري واعمل حمام كريم، لان كلنا بنعمل غلطات كتير في الحتة دي. لكن بعد ما بغسل شعري وبنشفه، اول ما ينشف بنسبة 70%، مش عايزه ينشف تماما، ببتدي اعمل له خطوة تحافظ عليه مترطب وفيه ليونة، وهي خطوة الترطيب. عن طريق ايه؟ عن طريق لا اما زيت لا اما سيرم. طب الزيوت المستخدمة بستخدم زيوت خفيفة مش تقيلة زي الجوجوبا زي الأرجان، لكن مش بستعمل زيت زيتون وزيت جوز هند والزيوت التقيلة ديت أنا ما بفضلهاش. أو سيرم زي زيرو فري سيرم. طيب بستعمله إزاي؟ كل شعري بحط عليه 5 ل6 نقط من الزيت أو السيرم. متخيلين؟ 5 أو 6 نقط فقط، لأن كتر الزيت أو السيرم ممكن يجيب نتيجة عكسية. واجي اخد 4 أو 5 نقط وافرشهم على طروف شعري من تحت، على اخر سنتي ونص من شعري هياخدوا قد ما شعري كله خد. احط عليهم حوالي من 5 ل6 نقط سيرم او زيت وابتدي ارطبه كويس. ليه؟ مش مخلوش يتكسر من تحت، يبقى دايما مترطب وطري. ممكن اعمل خطوة السيرم كل قد ايه حسب نوع شعري. لو شعري من النوع اللي بينشف بسهولة ممكن ارطب كل يوم، لكن لو شعري بيقدر يحافظ على شوية ليونة فيه ممكن اعمل خطوة الترطيب ديت يوم او يوم لا او كل 3 ايام. طيب بالنسبة للداخل بقى، لازم اكلي وتغذيتي يبقى تغذية صحية عشان اقدر احافظ على طول شعري. اكتر حاجتين هيطولوا لي شعري بيض ولبن.
لو اقدر كل يوم اكل بيضتين واشرب كوبايتين لبن، امشي على الكلام ده لمدة شهرين، تحسي بفرق كبير جدا جدا في طول شعرك. طبعا من الحاجات اللي بتطول الشعر معايا الجرجير، معايا جميع انواع الفواكه والخضروات، الحاجات دي كلها بتساعد على نمو الشعر. الكبدة، عندي السبانخ، حاجات كتير جدا مهمة سواء للشعر او للجلد. لو انا حابة اخد فيتامين للشعر، عندي فيتامين اسمه بانتوجار او فيتامين اسمه هاي بوتنسي، باخد كبسولتين كل يوم. وبرضو لو قدرت اعمل تحاليل، خاصة لو شعري ابتدى يخف او في تساقط، وعموما في معلومة، الشعر بيقع من 50 ل 100 شعراية يوميا، ده المعدل الطبيعي. اكتر من كده يبقى حالة مرضية، يستحسن اعمل صورة دم كاملة وتحليل غدة درقية لو انا شعري ابتدى يخف. طبعا مش محتاج اوصي، ابعد عن الحرارة بكثرة، الكوي بكثرة والحرارة عموما، ابعد عن الصبغات بقدر الامكان، ما اصبغش غير في يعني للضروره، عندي مناسبه مهمه، سني كبر شويه، واصبغ كل فترات متباعده. وشكرا.